وعليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم اسمه copy monitor. خلينا الأول نعمل insert link revit. نجيب السامبل بتاعت autodesk دي، project المعماري origin to internal origin open. نروح في 3D، نتأكد إن ال discipline coordination والديتيل الفايل shaded. نلاقي ده السولار اناليسيز. خلينا نروح على في ريفت لينك بايوست فيو باي لينكد فيو. خليها 3D العادي، خليها ظهر عادي لينا في 3D العادي. خلينا نروح على الايست. دلوقتي انا المهمة اللي انا عاوز اعملها ان انا عاوز اخد الليفلز بتاعت المعماري دي، اخليها الانشائي، اخليها عندي في البروجكت واخليها نازلة 10 سنتي اللي هما التوب اوف كونكريت، و... واضيف لها مثلا قبلها structure dash. فانا اختار الليفلز دي، الليفلز اللي جايه في البروجكت اللي انا لسه فاتحه اللي هو الخام ده. امسح واحد، والتاني ده مش هينفع يتمسح عشان على الاقل بيبقى لازم يبقى فيه ليفل واحد في البروجكت. هنروح على collaborate، نلاقي في اللي هي الكوبي مونيتور اللي احنا نشتغل عليه. في أول حاجة use current project. لو أنت عايز تعمل كوبي أو مونيتور للإيه، لو أنت شغالين disciplines كتير مع بعض، آه، فهتشتغلوا في حاجات كتيرة أو هتشتغلوا في بروجكت مع بعض، فممكن تستخدموها، بس يعني بيبقى استخدامها قليل. ممكن تعمل بعدين التانية select a link. نعمل select link، بعدين select. بعد كده هروح على، هلاقي فيه options copy monitor coordination settings patch copy. في أول حاجة copy، ممكن تعمل copy للليفل لوحده كده. أروح أعمل ليه copy بقى موجود عندي في البروجكت، أو ممكن أعمل copy ده كمان كده بقى موجود عندي في البروجكت. تمام، ازاي؟ خلينا نعمل select لل خلينا نعمل finish. بعد كده select لللينك isolate hide element. هلاقيه موجود عندي، ده الليفل القديم بتاع البروجكت. خلينا نمسحه، ملوش لازمة. بقى عندي الاتنين دول اللي أنا لسه ضايفه. طيب خلينا ريسيت، نعمل فلتر ليفلز، نمسحهم. خلينا بقى نعمل copy monitor. نعمل copy monitor select link. نعمل نشوف الاوبشنز. هتلاقي في هنا الحاجات اللي انت ممكن تعمل لها copy من اللينك: levels grids columns walls floors. اول حاجه الليفلز، ممكن انت تنزل تشوف الاوفست. انت عايز تنزل 100 مللي، خلينا نعمل احنا -100 عشان احنا شغالين بالملي اللي هم ال10 سنتي. reuse levels with the same name. هتضيف السفكس ولا بريفكس لو عايز. خلينا نعمل مثلا structure dash grids، نفس النظام. الكولومز، دي الكولومز اللي موجودة في اللينك المعماري. هي هتتحول لل... للعمود ده. هو عمله، اختار العمود ده. انت ممكن تقول له كوبي اوريجينال يجيب لك نفس العمود، ولا ما يعملوش كوبي اصلا. وكذلك في الوولز، يعني هو هنا في الوولز ديت الحوائط المعماري تتحول للجينيريك ده.
انت ممكن تختار نوع الحيطة اللي هيتحول لها، او ممكن تقول له كوبي اوريجينال اللي هو ده، او ده انت كوبي اصلا مش عاوزه يبقى موجود معايا. كذلك في الفلورز، ممكن هنا في الكولومز برضو لو العمود اللي في اللينك المعماري طالع من الجراوند مثلا لغاية الروف كإليمنت واحد، انت ممكن تعمل له split by level. انت ممكن تختار الخيار ده، فخلينا نعمل اوكي. انا ممكن عاوز اعمل copy للليفلز دي، فاختار multiple، وانا اعمل على select، بعدين اعمل finish عليه، خليها اضاف لها كلمة structure وداش، ونزل 15900. ده طبعا سهل الموضوع جدا. انت ممكن وبعدين في حاجة هعملها اللي هو المونيتورنج. انا عملت سيلكت على الليفل ده، هلاقي في حاجة اضافت اسمها ستوب مونيتورنج. هو دلوقتي بقى مربوط بالليفل الليفل الجديد اللي انا عملته ده مربوط بالليفل القديم اللي هو بتاع المعماري. أنا بس يعني صور سكيل. الروف لاين الستراكشر روف لاين ده مربوط بالروف لاين ده منسوب 6000 وده 5900، معمول مونيتورنج بيه. لو الراجل المعماري غير في المنسوب بتاع الروف لاين هيجيلي رسالة إن هو غير فيه، يعني هو دي علامة اللي هو معمول له مونيتورنج اللي هي العلامة دي. فأنا هعرف لو هو اتغير، الريفت هيجيب له رسالة يقول له أنت عايز تسيب الموضوع زي ما هو ولا عايز تغير ولا إيه. فأنت بتبقى عارف طبعا. وكذلك نفس النظام بتعمل مونيتورنج للعناصر التانية زي الأعمدة والحوائط والفلورز وهكذا. آه، طب انا دلوقتي مش عاوز يبقى معمول له مونيتورنج، اعمل ستوب مونيتورنج. طب عاوز اعمل له مونيتورنج تاني، اعمل مونيتور واختاره الليفل ده كمان، الفينش بعمل له مونيتورنج. يعني لو عملت على سيلكت تاني ستوب مونيتورنج اتضاف تاني، بقى معمول له مونيتورنج، وهكذا. في حاجة تانية ممكن نعملها ولا؟ بس في تانية coordination settings الباتش كوبي، دي حاجات معظمها بتاعت الجماعة الميكانيكال. احنا اللي يهمنا دلوقتي الحاجات بتاعتنا كإنشائي، الليفلز والجريدز وما شابهها ككولومز والحاجات دي. وهكذا يعني. وأتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.